بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. العيد خلاص لسه عليه كام يوم. عملنا مع بعض قبل كده فيديو الكحك وعملنا الغريبة. يا رب كده تكون جربتوها وعجبتكم، وانا قلت لكم الفيديو اللي بعد كده مفاجأة ان شاء الله. وعملتها والله النهارده وطلعت احلى مفاجأة في النتيجة بتاعته. نتيجته طلعت فوق ما كنت اتخيل، والله في الطعم وفي الريحة وفي الشكل وفي كل حاجة. نفسي كده تجربوه وتقولي لي رأيكم فيه ايه. نفسي تخلوا كده الفيديو بتاع البوتفور ده يبقى ترند كده، لانه هو فعلا يستاهل، والله يستاهل بجد. وانا جربوا وامشوا على الخطوات مظبوط، وانتوا ان شاء الله هتوصلوا لاحلى نتيجة. إيه ان شاء الله يعجبكم باذن الله. شايفين التسوية بتاعته وشايفين اللون عامل ازاي؟ بصوا، بيدوب دوبان، بيدوب دوبان والله ما شاء الله. بصوا كده عامل ازاي. شايفين البوتفور اللي بالشوكولاته؟ شايفين؟ ما شاء الله النتيجه طالعه جميله جميله. تعالوا بقى ندخل كده الفيديو ونشوف احنا عملنا كده عملنا البوتفور بتاعنا ازاي ووصلنا للنتيجه دي ازاي. نبدا كده مع بعض بسم الله ونشوف عملنا ايه. نبدا مع بعض كده نعمل البوتفور بتاعنا. هنبدا كده بسم الله. معانا دي بوله نظيفه، نظيفه ومنشفينها طبعا، مفيش فيها نقطه ميه خالص. هنحط فيها دول عندي 3.5 كوبايه زبده. 3.5 كوبايه زبده زي ما انتم شايفين كده. 3.5 كوبايه وعليهم معلقتين كبار. هنا ده النص وعليه معلقتين كبار عشان يخليه هش كده وجميل. انا عايزه اقول لكم على حاجه بقى هتفيدكم قوي في عمايل الحلويات والبسكوت والحاجات دي. احنا دايما لما بنيجي نقول زبده، طبعا بنيجي نعاير الزبده وهي متلجه او نقطعها قطع ونيجي نحطها في الكوبايات، بتبقى طبعا فيها فراغات وبتبقى المقدار بتاعها مش مظبوط. انا النهارده عملت ايه في الوصفه بتاعتي؟ جبت الزبده وسيحتها على النار، وقمت وبعدين مليت الكوبايات بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وحطيتها في التلاجة تاني لحد ما اتجمدت، لان البوتفور لازم يتعمل بسمنه متجمده في التلاجة. يعني مش متجمده، ساقعه، لازم تكون ساقعه في التلاجة. فالطريقه دي هتريحكم قوي. ودي معلومه حلوه تستفيدوا منها لما تيجوا تعايروا الزبده او السمنه. بتسيحوها على النار وبعد كده تحطها في التلاجة تجمد بعد ما تعايروها زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى، شايفين زي ما قلت لكم هي متجمده، ساقعه. انا مسقعاها في التلاجة حتى من تحت، شايفين ما جمدتش قوي لان انا سقعتها بس لحد ما جمدت زي ما انتم شايفينها كده. اللي ما فيش عنده زبده، يعني اللي مش متاح عنده زبده ممكن يحط زبده على سمنه، ممكن يعمل سمنه لوحدها زي ما انتوا حابين. المتاح عندكم اعملوا بيه. هضيف كده كل مقدار الزبده بتاعي في الكوبايه، ما اسيبش اي حاجه في الكوبايه خالص لان ده بيخلي المقدار عندي بيختلف. بعد ما نزلت كل المقدار بتاع الزبده بتاعي كويس قوي، هبدا ان انا اضرب بالمضرب بتاعي. طبعا زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت المفروض نضرب بالمضرب بتاع البيض، لكن انا عندي في مشكله يعني ومش موجود، فبضرب بده. لكن اللي عنده المضرب بتاع البيض يضرب بيه، هيبقى النتيجه احسن من المضرب ده بكتير، لانه لازم ينضرب كويس. هنبدا كده بسم الله نضربه لحد ما يبقى لونه ابيض زي الكريمه. بعد ما وصلت لكده زي ما انتوا شايفينها كده، هبتدي انزل عندي بايه؟ دول 2 صفار بيض. صفار بيض شايله منه البياض، هضيفهم كده 2 اهم. وهبتدي برضو اكمل ضرب لحد ما يختفي خالص صفار البيض في السمنه او في الزبده بتاعتي. بعد ما ضربت لحد ما ال2 صفار البيض يختفوا عندي زي ما انتوا شايفين كده، عندي دول 2 بيضه كاملين بالصفار والبياض. هتقولي لي ليه بقى؟ هنزل ببيضه بيضه كده الاول واضرب، ما انزلش بالبيض كل واحده البيضتين مره واحده. احنا بنعمل 2 صفار وبيضتين كاملين علشان البياض اللي بيبقى في البيض بينشف البوتفور بتاعي وبيخليه يبقى طعمه زي البسكوت. لكن احنا بنحط 2 بياض بس، فبيبقى حجم البياض معقول، بيخلي البوتفور بتاعي فيه قرمشه بسيطه كده ويبقى طعمه تحفه. لكن لو زودنا زي ما قلت لكم البياض في البوتفور بيخليه يروح ناحيه البسكوت، بيبقى طعمه بسكوت. ودي طبعا الحاجات دي لو خدنا بالنا منها هنعمل بوتفور هتدعوا لي عليها ان شاء الله. هكمل ضرب كده، اضرب بقى البيض، هنزل ببيضه بيضه، لما تختفي هنزل بالبيضه التانية. بعد ما ضربت ووصلت كده للمرحله دي، هضيف عندي فانيليا، ربع معلقه صغيره فانيليا. طبعا لو اللي عنده فانيليا سايله مفيش مشكله، اللي عنده بودر ما برضه يحط عادي، مفيش اي مشاكل. وهحط عندي دي سكر مطحون
كوبايتين الا ربع سكر مطحون، طحناه ونخلاه، لازم يتنخل علشان لو في حبيبات في اي حاجه، لو سبتوها في العجينه بتاعه البوتفور وعملتوه فيها الحبيبات دي، بيخلي البوتفور بتاعنا ينشف ويفرش في الفرن، ما يبقاش مظبوط خالص. انا حطيت كده كوبايه، هجيب كمان كوبايه الا ربع كمان. عندي اهي كوبايه كمان ناقصه شويه اهي، كوبايه الا ربع. بصوا معايا، انا هعرفكم ده المج ده موجود في كل البيوت، شايفينه الشكل ده موجود في كل البيوت. نفس المقدار ده هو نفس ده، يعني انا لو جبت كوبايه دقيق وحطيتها هنا هتبقى نفس الكميه دي هي اللي في الكميه دي. فاللي عنده ده يعاير بيه مفيش مشكله، اللي عنده ده يعاير بيه برضه مفيش مشكله، الاتنين قد بعض. المهم ان انا اعاير الكوبايات بتاعتي كلها، اعاير المقادير بتاعتي كلها بمج واحد او بكوبايه واحده تكون بنفس الحجم بالظبط. ما ينفعش احط حاجه مكان حاجه، ما ينفعش يعني احط حاجه كل حاجه بمج غير التاني. هضيف عندي هنا برضو ذره ملح على الدقيق، بتظبط لي كده الطعم بتاع البوتفور بتاعي. وهبتدي بقى ان انا ايه اخلط. بسم الله. بعد ما خلطنا بقى كل المقادير مع بعض اهي زي ما انتم شايفين، وشايفين ده القوام وده السمك اللي انا عايزاه اهو، شايفين زي الكريمه بالظبط. اللون جميل والريحه حلوه قوي، هتعجبكم ان شاء الله. عندي هنا بقى بعد ما خلصت الضرب اهو، عندي ده كيلو دقيق، كيلو دقيق من اللي هو الدقيق اللي هو اللي انا جايباه من اللي هو بتاع الكحك والبسكوت. عندي ده كيلو بالظبط. هننزل بقى بالايه، انا شايفه ان الطبق ده او البوله دي اكبر، فهنزل بالمقادير دي على الكيلو الدقيق زي ما انتم شايفين كده. يا اما انزل بالدقيق عليها زي ما فيش مشكله، بس انا شفت ان البوله التانية دي اكبر وهعرف اخلط فيها احسن يعني. انزل كده بكل المقادير، ما اسيبش اي حاجه خالص. اعملوا الطريقه دي يا جماعه، والله ان شاء الله يعني هتعجبكم قوي باذن الله. هتبقى احسن طريقه هتعتمدوها للبوتفور عندكم بعد كده ان شاء الله. طبعا في المرحله دي بقى ما عادش هينفع لا معلقه ولا مضرب ولا حاجه، فهعجن بقى بايدي. بسم الله. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم فيديوهات اللي فاتت، انا نزلت لكم قبل كده كحك، الفيديو الكحك، ونزلت الفيديو بتاع الغريبه. يا ريت كده تقولوا رايكم ايه في الفيديوهين اللي فاتوا كده، وفي طريقه الكحك والغريبه بتاعي، وتجربوا طريقه البوتفور دي هتعجبكم قوي ان شاء الله. زي ما انتم عارفين، او انا زي ما قلت لكم، دي طريقه البوتفور اللي بالكيس. دي طريقه انا هشكل البوتفور بتاعي بالكيس مش بالمكنه. لو انتوا عايزينه بالمكنه هقول لكم الوقت لما اجي اشكل. لو انتوا عايزين تشكلوه بالمكنه هيبقى ازاي. العجين بتاعي اهو خلصت طبعا عجن، وبعد ما ضفت الدقيق دخلته في التلاجة شويه حوالي 10 دقايق، واخدت منها حته عجينه ايه يعني هي اقل من النص شويه. وهعمل فيها ايه، هجيب عندي معلقتين كاكاو خام ما يكونش فيه سكر، وهعملهم كده. لازم انخلهم على العجين، عشان طبعا شايفين التكتلات والحبيبات اللي فيها دي لو نزلت عليها برضه مش هتبقى حلوه. احاول افكها كده وانزلها زي ما انتم شايفين كده. انا حطيت طبعا الكاكاو، فلازم العجينه بتاعتي هتنشف، لان طبعا المقادير هتختلف كده. فهضيف معلقتين سمنه بعد ما احط الكاكاو، زبده، معلقتين زبده بعد ما احط الكاكاو. وهعجن مش هعجن عشان ما اعملش ليه عرق، انا بس هدخل الكاكاو في العجين بس علشان اعمل بوتفور بالشوكولاته وبوتفور بابيض زي ما انتم شايفين كده فانيليا. بعد ما خلصت اهو ده الكاكاو وده الفانيليا، هبتدي اشكل بقى معاهم. هجيب كده كيس اهو، انا كنت مليت شويه كده، حطيت شويه في الكيس كيس عادي خالص من بتاع الكريمه، وهبتدي اضيف فيه كيس من بتاع الكريمه اللي بنشكل بيه الكريمه. حطيت في العجينه بتاعتي، حطيت في العجينه، وابتدي بقى ان انا اشكل كده بسم الله. عشان ينزل معايا كويس العجين من الكيس لازم بنزل كده، بعمل كده، بنزل حته تحت وبسيب الباقي فوق كده علشان يبقى سهل عليا وانا بشكله. ونبدا كده مع بعض بسم الله. شايفين الشكل بكل سهوله.
الشكل اللي انتوا عايزينه، اللي انتوا حابين تشكلوه شكلوه، مفيش اي مشاكل خالص. بلف كده لفه واقوم ضغطه في النص كده. كل ما كده ان هي خلصت بننزل شويه من فوق تاني الشكل ده كده. وممكن نبقى ضغطه كده ما نلفش، نعمل ضغطه كده بس كده تبقى ورده. العجينه بتاعتي طريه ومعموله حلوه قوي ونازله من الكيس زي ما انتم شايفينها، وكل حاجه معموله قدامكم. في حاجه عايزه اقول لكم عليها. لو فرضنا مثلا، طبعا احنا عارفين ان الدقيق بيختلف، ممكن دقيق من لدقيق. لو لقينا الدقيق بتاعي زي ما بقول لكم دايما، لو لقينا الدقيق بتاعي جمد بنحط له معلقه سمنه، علشان ما ترجعوش تقولوا انا عملتها وما طلعتش زي ما انت عاملاها. لا، انت الحاجه قدامكم، ميزانكم وعينكم وايدكم. عايزين لقيتوها نشفت تحط لها معلقتين زبده. لقيتوها طريه حط لها معلقتين دقيق، بس ما تكتروش علشان ما تبقاش تلع، او السكر بتاعها يبقى قليل. شكل تاني اهو. انا جايبه كيسين. الكيس ده ممكن تقول انا خفت يكون ضعيف شويه، فانا حاطه كيسين مع جوه بعض. شايفين اهو، دول كيسين اهو. حطيت كيس جوه الكيس الاول، وبعدين فتحتهم الفتحه دي، وبعد كده حطيت فيهم العجينه بتاعتي. وده الوش بتاع البسكوت، شايفين اهو، البلبله بتاعت البسكوت. هعمل برضو منها اشكال كده بتطلع حلوه قوي كده، الشكل ده كده اهي. ممكن تقولوا ان هو بسكوت، لا، في الاخر هتشوفوا طبعا. احنا لسه هنزينه مع بعض، هنعمل منه اشكال مع بعض كتير، هنشكل بالشوكولاتات وبالحاجات. طبعا انا لسه التزيين ده هعمل لكم فيديو تزيين بس كده مخصوص للبوتفور، وكل حاجه تانية هنعملها ان شاء الله تبقى مفاجاه بقى. هنشوف احنا هنعمل ايه وهنزينه مع بعض ازاي. شايفين والله شكلها جميل قوي، وهتزين هيبقى شكلها جديده وهتعجبكم قوي ان شاء الله. وزي ما قلت لكم هتبقى طريقه البوتفور اللي انتوا هتعتمدوها بعد كده. بنسيب مسافه بين البوتفور علشان ما يلزقش عندي. طبعا اكيد هو هيفرش كده سنه بسيطه، مش هيفرش يعني، هيظبط نفسه كده سنه بسيطه بس. فلازم نخلي بالنا ان احنا نسيب مسافه بين البوتفور. والتشكيل ده زي ما قلت لكم راجع لكم، زي ما انتوا حابين تشكلوا بالطريقه اللي انتوا حابينها. انا بس بديكم افكار تعجبكم، وانتوا بقى طبعا تبدعوا بعد كده. ويا ريت كده تجربوا طرقي وتقولي لي رايكم فيها ايه، وان شاء الله تعجبكم باذن الله. هخلص كده المقدار كله بقى بتاع العجينه بتاعتي. بس شايفين بقى انا قلت كده ازود من عندي كده حاجه هتعجبكم ان شاء الله. ده شوكولاته شيبس اهو، شايفين اداله شكل جميل ازاي. علشان كده انا قلت لكم ضغطتين، ونسيب كده نضغط ضغطه في النص علشان الشكل. في شكل كده عملته وعجبني قوي، قلت اوريكم بيتعمل ازاي. زي ما قلت لكم والله يا جماعه، انا ما في دماغي اي تخطيط لاي شكل، هي بتيجي كده. فالشكل ده جه معايا، فقلت ما اوريكم بيتعمل ازاي. شايفين نفس الشكل اهو الطويل. وجبت برضو اللي هي البلبله دي، شايفين اهي، اللي هي بتاعت الكريمه العاديه خالص. وبحط من هنا، بيحط في النص ورده اهي. نعمل مثلا برضو واحط فيها واحده شوكولاته شيبس في النص اهي. شايفين طلع تحفه ازاي. التاني كمان برضو عجبني كده، هوريه لكم اهو. شايفين العجينه ماشيه معايا حلوه ازاي. والله يا جماعه طريقه حلوه وهتعجبكم ان شاء الله اهو. عامله برضو اهي دي في الاخر. الورده بقى تحطها في النص، تحطها في الاخر، تحطي ممكن على الجنبين. يعني ممكن لو حطينا بنجرب كده نحط على الجنبين، واحده هنا وواحده هنا، نشوف الشكل ازاي. شايفين شكلها برضو جميل مش وحش. ممكن نخلي دي ابيض، الطاوله دي تبقى بالابيض، ودي بالكاكاو. نبدل ونغير زي ما انتوا عايزين. طريقه التسويه بقى هنسويه ازاي. عند الفرن عالي، انا مشغله الوقت الفرن هو انا بشكل. الفرن سخن خالص، هنحط الرف في النص، بعد ما نحط الصينيه، هو زي ما قلت لكم على نار عاليه، هنهدي الفرن للنص، الحراره تكون متوسطه لحد ما نلاقيه احمر من فوق ومن تحت. يعني مش احمر، يستوى لكن محتفظ باللون بتاعه ده. هنطلعه من الفرن ونحط الصينيه اللي بعدها. ما ينفعش ان احنا نحط صينيه كاكاو بس كده لوحدها، لازم لو هتعملي صينيه كاكاو تحطي فيها واحده من البيضه دي،
علشان لما الابيض يحمر نعرف ان الصينيه بتاعتنا استوت. لان طبعا احنا ممكن ده يتحرق، يعني دي ممكن تتحط عادي في الفرن لو عملتها، لان الحته البيضه دي طبعا هنعرف ان هو استوى منها، لانه ممكن يتحرق معانا كاكاو وما نعرفش ان هو استوى. انا النهارده اديتكم كل المعلومات الكافيه عشان توصلوا لطريقه البوتفور اللي انا عاملاها دي. يا ريت تجربوها يا جماعه وتقولوا رايكم فيها ايه. وقلت لكم بامانه كل التفاصيل بتاعته، وقلت لكم لو حصل معاكم غلط والعجينه نشفت نحط لها شويه سمنه عشان ما تقولوش ان انا بعمل طريقه وبتطلعش معاكم مظبوطه. ولو طلعت سايحه بنزود لها شويه دقيق مش كتير، يا اما نحط الدقيق بالتدريج لو احنا خايفين ان هو تنشف معانا واحنا بنعمل. ما نحطش الكيلو الدقيق لوحده كله على الخليط اللي احنا خلطناه، نحط شويه بشويه لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، هو بينزل معانا الكيس مظبوط. عايزينها تعملوه بالمكنه بتحطوه في التلاجة شوية. الطريقة دي برضو تنفع تشكل بالمكنة، بس هتدخلوها في التلاجة نص ساعة علشان تجمد وتنزل من المكنة بتاعته او مكنة البوتفور مظبوط. هنسوي بقى البوتفور بتاعنا وهوريكم في الاخر شكله ازاي، وهنعمل مع بعض فيديو تاني انتظروه، فيديو التزيين بتاع البوتفور بالشوكولاتة والشوكولاتات بقى البتاع ده، المربات وكل حاجة تتخيلوها. ولو انتم عايزين ننزله بسرعة اكتبوا لي في التعليقات كده، واكتبوا لي تعليق حلو كده منكم، واشتركوا في القناة واعملوا لايك للفيديو وفعلوا الجرس واضغطوا على كلمة الكل. وان شاء الله نتقابل بقى في الاخر لما نسوي المقدار كله.